هاي يا حلوين، عاملين ايه؟ عذرا على هذا المنظر بس انتوا مش غرب. مش عارفه ليه، مش عارفه يعني بجد. ده حاجه منتل كده في دماغي. بحس ان اليوتيوب ده كاني قاعده في البيت. ممكن اطلع بالبيجامه، انا اصلا كده كده ممكن انزل الشارع بالبيجامه عشان مبقاش كدابه يعني. بس انا مش عارفه يا جماعه، انا عندي حاجات في دماغي كده. قولي لو انتوا زيي. انا بحس من الناس اللي مش هقول لكم انا الوحيده، بس انا من الناس القليلين اللي بيفرق معايا انا لابسه ازاي ولا شكلي. يعني انا ممكن اطلع فول ميك اب وتاني يوم او في نفس اليوم تلاقيني غاسله وشي ونازله. يعني بحس انه انا كده كده لما بحط الميك اب بيبقى مود اكتر من ان هو ان انا حاسه ان انا عايزه يبقى شكلي حلو او حاجه. فعامه يعني عذرا على هذا المنظر، لان انا كنت لسه قصه شعري وعاملاه بالسشوار، فبحب اعمله كده عشان يبقى شكله حلو زي ما ايه. يعني لو صورت الفيديو ده وفي وقت اصور فيديو تاني هصور الفيديو التاني وهتشوفوا شكل شعري لما يتفك. اوكي ازيكم عاملين ايه؟ انا اسمي رضوى احمد، بعمل فيديوز على اليوتيوب. لو اول مره تشوفوني ما تنسوش ان تعملوا لايك للفيديو لو عجبكم، وخدوا لفه كده في الشانل لو عجبكم الكونتنت او المحتوى اللي بنزله. ما تنسوش تعملوا احنا عاملين سلسله فيديوهات اللي هو بنتكلم في ازاي نتغير وكده، بس قلت اخد بس بريك منها علشان انا منتلي في حاله مش الطف حاجه اليومين دول. كان عندي كذا خبر مش لطيف، فحاسه ان انا مش عايزه ايه ارمقها قوي، وعايزه اتكلم حاجه شويه فن وتطلعني بس من المود. اوكي عامله هنا شوكليت ميلك شيك. بقيت مش عارفه ليه، انا مش من الاشخاص اللي بيحبوا الميلك شيك خالص، بس ليتلي الشوكليت ميلك شيك ده كل شويه. اوكي يا حلوين، النهارده هتكلم معاكم عن ايه. بصوا ده وشي، انا مش حاطه ميك اب، مش حاطه طبعا، مفيش فلتر، انا بصور لكم الفيديو عادي. اوكي ده وشي انا، بس عندي هنا سن التجويف خلاص، فهي دي شويه من بعيد ممكن تبان لك ان هي دارك سيركلز، بس هي مش دارك سيركلز. ليه بقول لكم كده؟ عشان بقول لكم انا فعلا يعني انا عندي مشكله، مش عارفه ليه ما بحسش ان انا ممكن اخد ريفيو من واحده طالعه مثلا، مش قصدي حاجه بس يعني اي مين ات، كل وشها وده بيحصل، وشها كله مليان حبوب وبتقول لي ازاي اتخلص من الحبوب. انا مش بحب كده. فبحب الفيديوز اللي اكون بتكلم فيها عن سكين كير، ببقى طالعه لكم غاسله وشي ومش حاطه اي حاجه خالص. فانا حتى دلوقتي مش حاطه حتى ليب بالم. اوكي ليب بالم مش حاطه حتى ليب بالم. اوكي طيب هنتكلم في ايه النهارده؟ هنتكلم عن كل الفورميلاز بتاعه الكلينزرز، كل الايه زي ما بتقول كده، كل انواع الغسول، كل انواع الغسول، يعني كل اشكاله بمعنى اصح، مش براندز على قد ما هو شكل. هقول لكم انا من تجربتي في كل الحاجات دي، لانه انا لو هاجي كده ارتب لك، لو هتعملي سكين كير، اهم حاجه مش هقول لك بقى سان سكرين ومش اهم حاجه انك تغسلي وشك، اهم حاجه ان وشك يكون نظيف. لانه لو وشك مش نظيف مهما كان بقى اللي انت حاطيه من فوق كده، خلاص انت كده بترمي في الارض. لو المسام مقفوله، لو الوش مقفول، لو في جلد ميت، لو وشك مش نضيف، انت بترمي كل الستبس اللي بعدها، وبترمي كل فلوس المنتجات اللي بعدها في الارض. فهنبداها اول حاجه، وهمشي معاكم كل يوم فيديو او كل فيديو يعني هيكون كده كل الفورمز بتاعت حاجات معينه. النهارده مثلا بنتكلم عن الغسول، صوتي بيتكلم النهارده مثلا بنتكلم عن الكلينزر، بكره هنتكلم عن المرطبات، بعده السان سكرين، بعده السكرابس، بعده الماسكات، وهكذا. اوكي فلو عجبكم فكره الفيديوهات دي اعملوا لي لايك عشان ده بيفرق معايا. ما تتفرجيش على الفيديو وما تعمليش لايك، الا لو هو ما عجبكيش ما تعمليش. اوكي لو ما عجبكيش ما تعمليش، لانه برضه بيفرق معايا. ما بحبش تعملي لايك انه بتشجعيني وخلاص، لا، لو الفيديو ده انت بتحبي النوع ده من الكونتنت اعملي لايك علشان نكتر من النوع ده من المحتوى. اوكي طيب عشان مش عايز اطول بزياده، انا كرضوى بفضل ايه هقول لكم، وانا كرضوى كل حاجه بتعمل لي ايه هقول لكم. ماشي نيجي الاول همشي معاكم كده نظره سريعه على الفورميلز المختلفه. عندنا اول حاجه، خلينا كده اول حاجه عشان مش هقول انواع او مش هتكلم مني في انواع، لو عايزين نتكلم في انواع نتكلم في انواع، بس انا هنا مينلي بتكلم عن القوام، او يعني هتفهموا كيف بلاش اشرح كتير. عندنا اول حاجه وهي الجل. ده بيبقى عامل ازاي؟ بيبقى عامل كده، بصوا كده شبه الجل، هو عامل زي الجل وخفيف. اوكي في نوعين، في النوع اللي هو بيبقى جل خفيف خالص، وفي الجل بقى اللي هو ده اللي هو بيكون اتقل شويه. اوكي مناسب اكتر للبشره ايه؟ بشره فيها حبوب، يعني انت بشرتك فيها حبوب بس في نفس الوقت بشره حساسه. يعني انا بشره فيها حبوب بس مش هقدر استخدم حاجه تقيله تنشف وشي قوي، لانه ده بيحصل لي كتير مثلا وقت اوقات معينه اكون في الشمس، فالشمس بتاثر على بشرتي، بتخلي فيه حبوب تحت الجلد بتطلع، وفي نفس الوقت لو غسلت بحاجه بتسحب الزيوت قوي بلاقي بشرتي بقت حمراء في موف، بيبقى فيها زي بقع كده، بيبقى كوكتيل كده، علشان انا بس غسلتها بنوع كلينزر زي ما هوريلكم دلوقتي نوع تاني. فانسب حاجه في الفتره دي ان انا استخدم كلينزر جل، يكون القوام بتاعه جل خفيف مش جل تقيل.
اوكي. هينضف جدا من غير ما يسد المسام ومن غير ما ينشف الوش تماما. اوكي. اي نوع من انواع الجل بقى، انا عندي الجل ده وعندي ده كمان كان جل. الفرق ما بين ده وده، ده للبشره اللي فيها حبوب وبلاك هيدز كتيره، اللي فيها رؤوس سودا كتيره. النوع ده كان هقول لكم اساميهم يا جماعه. ده كان من فيتشي. اوكي. ده معايا انا الوش كله كان بيطلع لي حبوب، فبقيت بستخدمه بس على النوز وهنا الاماكن اللي فيها بلاك هيدز، مين النوز اكتر، مناخير، لان هي اكتر بيكون فيها بلاك هيدز. ده نفس الكلام، ده قوامه جل. فانا بروح اكتر دلوقتي انا كرضوى علشان انا دلوقتي مش في مصر والجو هنا حر جدا، وانا 24 ساعه قاعده او يعني during the day على طول قاعده في الشمس، حتى الاوضه معرضه جدا للشمس. فبشرتي على طول سنسيتيف جدا، حالتها حساسه، حاله بشرتي حساسه. انا نوع بشرتي مختلف فبستخدم ده. ده بقى بيعمل ايه؟ ده بيشيل اكتر اثار الحبوب. لو حصل لي حبوب والحبايه مشيت وسابت اثر، او البقع اللي بتحصل من الشمس، ده بيشيل اكتر اثار الحبوب وبيخلي وشي كله لون واحد. وبحس ان هو نيجي لتاني نوع من انواع الغسول. الغسول اللي هتلاقيه زي ده مش مشكله لان هو مش براند موجود في مصر اصلا، بس اللي زيه مثلا في من بايوديرما نفس الشكل، في من لاروش نفس الشكل، اللي هو بيكون اكتر تحس ان هو كريم اهو، شايفه؟ تحس ان هو كريم. وده بقى بلس انه فيه حبيبات، هو كريم مش فوم. اوكي. اهو كريمي كده، تحس ان هو كريمي. وده فيه حبيبات سكراب اللي هو زي بالظبط بتاع بايوديرما اوبجكتيف وايت، كنت دايما بتكلم عليه في الشانل عندي هنا في الفيديوهات القديمه. انا بحب ده امتى اكتر قوي بقى؟ بستخدمه اولا بالليل مش بالنهار. لما اكون حاسه ان انا بقالي كام يوم بستخدم الجل، وفي مثلا بستخدمه اليوم الاكتر اللي انا حاسه ان فيه، مش هقول لكم جلد ميت، بس اللي انا حاسه ان انا عايزه اعمل ريفريش لوشي عشان يبدا يستقبل اكتر البرودكتس اللي هحطها بعد كده بقى، سواء كريم او حاجه معينه بحطها، سبوت تريتمنت مثلا حاجه معينه بعالجها، الحاجه الحبايه، حاجه مش عارفه ايه. فبحس ان هو اكتر بيدي ريفريش، يعني ستيب كده زياده، خصوصا لما يكون فيه اللي هو الحبيبات الصغيره قوي. عمركم ما تشوفوها بس هتحسوها بس بايديكم. طيب نيجي بعد كده الانواع اللي هي عامله، في منهم حاجتين. في اللي هو الكلاي، اللي هو زي الكلاي ده، خلينا في ده الاول. الكلاي ده بيكون عامل زي الطينه، المد اللي هو عارفين الطمي اهو، الطمي. النوع اللي هو عامل زي المد او زي الطينه ده بيكون بقى الايام اللي انت بتحسي فيها ان وشك، عارفين، خصوصا مش خصوصا، هو يعني 99% اللي هيستفيدوا منه لو انت بشرتك دهنيه بزياده. اوكي. بعد انا بستخدمه الايام اللي اكون مثلا واخده فيها شاور، هاخد شاور بقى، واليوم اللي اكون هغسل فيه شعري، لان بقف تحت الشاور كتير، فبيبقى البخار اللي طالع شويه بيفتح المسام بتاعه وشي. فوهي بقى بستغل الفتره اللي هي مفتوح فيها المسام بتاعه وشي دي، اروح ماسكه الكلينزرز اللي بتبقى من النوع ده اللي هو فيها المد او التين ده، واحطه از ماسك. يعني ابقى غاسله وشي مثلا باي كلينزر خفيف واحطه كده از ماسك 3-4 دقايق، وبعدين اعمل له ايه بالراحه كده، اغسله بالراحه واشطفه. بيشيل كانك عملتي ميني فيشل، يعني فاهمين؟ كانه فيشل على سريع كده، تنظيف بشره على سريع. بيشيل كل الزيوت الزياده وبينضف وشك جدا جدا جدا، وبينضف المسام من جوه، تحسي ان انت مخلصه، لا يعني تحسي ان وشك بيتنفس كده. اوكي. اي حاجه تستخدميها بعده هتحسي تاثيرها تاني يوم، وشك منور. فانا بحب كده. يعني انا بالنسبه لي مثلا كلاي ماسك بتاع سكين 104 ده، الخطوه دي بتغنيني عنه، ان انا استخدم كلينزر فيه كلاي كده او فيه ماد او اللي هو زي الطين ده، واغسل بيه وشي في الشاور. دي بحس ان هي بتقوم بنفس دور فكره الستيك ماسك، او كانك عملتي بخار وبعدين حطيتي ماسك الطين. اوكي. هو كلاي BHA، هو كلاي، هو فيه اللي هو الكلاي اللي هو الطين، وهو كمان سكراب. اوكي. هو فيه حبيبات صغيره برضو اللي هي صغيره قوي قوي قوي، مش محسوسه دي، بس بتحسي بالافكت بتاعها من كتر ما بتخلصي تحسي وشك كله نظيف بيزيق كده. النوع التاني من الغسولات او الكلينزرز وهو الاويل كلينزرز، اللي هو بيبقى غسول زيتي. اوكي. اللي هو مينلي بقى الحاجات الكوريه، وفي دلوقتي لوكال براندز اعتقد كتير مصريين عملوها، بس انا لسه مجربتش. لما ارجع باذن الله مصر هجرب انواع وهقول لكم ايه هي. بس ده مينلي بيبقى اويل، هو زيت. الزيت بقى بيعمل ايه؟ في مقوله بتقول انه كل حاجه في وشنا ليها تكستشر معين، اللي بيشيلها تكستشر معين. يعني كل حاجه ليها قوام معين بيشيلها قوام معين. مثلا لو انت حاطه كريم جل الصبح وجيتي غسلتي بالجل كلينزر، هيشيل اكتر اللي هو الجل. لو حاطه كريم يبقى تستخدمي اللي هو الكريم كلينزر. طب لو حاطه اويل، لو حاطه حاجات فيها زيوت، الزيوت بقى بتدوب في الزيوت. اوكي. فانت لو عندك بلاك هيدز دي مينلي بتكون زيوت. يعني يا رب اكون قادره اوصل لكم وجهه النظر، هما بيقولوا كده يعني.
الزيوت الزياده لما بتستخدمي لها الغسول الاويل اللي هو اويل كلينزر او الغسول الزيتي، دي الدهون دي او الزيوت دي بتدوب فيه فبتطلع بسهوله اكتر. طبعا سيبك من الكلام اللي هم بيعملوا كده ويطلعوا الحبوب، ده انا جربته يعني حسيته مع حاجات قليله جدا. جربت كتير قوي اويل كلينزرز، حسيته مع حاجات قليله جدا، منهم الكوري ده. وكده كده عندي كذا حاجه في مصر برضو، لما ارجع هعمل لكم عنهم ريفيو بالظبط بقى هوريكم. اوكي، فده مينلي بيتعمل ايه، ممكن تشيلي بيه الميك اب، مش بيستخدم كل يوم عشان ما يطلعلكيش حبوب، خصوصا لو انت بشره معرضه للحبوب، بس ممكن تشيلي بيه الميك اب مثلا كل فتره. ممكن تستخدميه مره لمرتين في الاسبوع لو انت حاسه ان وشك فيه زيوت زياده وانت وشك ناشف، بتحطي شويه منه على ايدك كده وبتعملي كده، هو بيبقى زيت وبتغسلي وشك بيه. في ناس فلحوسه بتعمل ايه، بتستبدله بالكوكونات اويل والمش عارفه ايه والهبل ده. انا كنت اتكلمت على الانستجرام قلت لكم الموضوع ده غلط جدا، بتملي وشك حبوب. لو ما حصلش دلوقتي على مدار 10 ايام هتلاقي وشك انفجر حبوب، فما تعمليش كده. اوكي، غسول زيتي يبقى غسول زيتي، اويل كلينزر يعني اويل كلينزر. مش معانا، مش متوفر، مش هنعرف نجيبه، صعب، يبقى اشيل الستاب كلها واستخدم حاجه تانية. لكن مش كل حاجه ينفع لها البدايل بالتأليف. اوكي، النوع الاخير من الغسولات وهو طبعا اللي انا مخلصاه ده ومستنيه نرجع مصر عشان بسرعه اجيب منه، اللي هو بيكون بتستخدميه، ده مش غسول قد ما هو غسول، يعني بتغسلي بيه وشك بس وشك ناشف خالص بتستخدميه، ده مقشر سكراب. بس سكراب ازاي اهو، انا هوريكم، مش قص معني جبت كذا مره، بس مثلا اهو هاخد منه حته كده. ده بيكون بشرتك بيبقى زي جل كده او كريم، هو جل جل خفيف كده، وبتستخدميه وانتي بشرتك ناشفه، بتعملي كده. بصوا هو بيعمل ايه، عايزه اوريكم اهو. بص انا عملت كده، طبعا انا فاهمه ان ده مش كله جلد ميت، في منه جزء عشان برضه ما يضحكش عليكم والوهم ده، في منه جزء من الماده نفسها او الغسول نفسه هو بيتحول لماده كده، بس صدقوني هو بيشيل معاها الجلد الميت. يعني انا لو جيت دلوقتي غسلت ايدي مكان ما انا عملت ده، الحته دي هتكون انا من الباقي على وشي، بيفرق جدا جدا جدا. بستخدمه مينلي هكون غاسله وشي يوم وببقى نايمه، مش حاطه برودكتس كتير، مش حاطه سكين كير كتير قبل ما انام، ممكن اكون حاطه مثلا مرطب بس. تاني يوم بقى بغسل وشي عشان يشيل كل الجلد الميت، بحس بفرق انستنتلي في ساعتها على طول، بحس بالفرق الفظيع. ده مناسب لايه، ده مناسب لكل انواع البشره، حتى البشره الجافه اللي بتطلع قشور، ده اتس فيري مايلد، مش هتحسي بالتقشير اللي هو بتاع السكراب الحبيبات لو انت وشك بيتخربش او لو وشك حساس ناحيه النوع ده من المنظفات. ده هيكون مناسب ليكي جدا، مينلي مناسب لكل انواع البشره. اوكي، دي كانت كده انواع الغسول المختلفه بعيدا عن براندز، مش بقولك ماركات، بس قلتلك يعني كل نوع بيستخدم لايه او حاله بشرتك عامله ازاي او انا بستخدمه ازاي. اوكي، يا رب يكون الفيديو مفيد ليكم. عايزه اقولها لكم برضو اللي هو الويب او اللي هو عامل زي الكريمه كده، بيكون عامل زي فوم الحلاقه. بصوا بيكون ده شكله اهو، ده بقى اللي هو اصلا كده اللي شايفين شويه اللي انا حطاهم دول ممكن اخد بيهم شاور. اوكي، لان ده وانس ان جه عليه ميه هوريكم. بصي هحط عليه نقطه ميه، بصي هو هيتحول لايه، بصي عشان اقول لك ممكن اخد بيه شاور جسمي كله اهو. شايفين اهو كانه فوم، بيبقى كانه فوم، عارفين فوم الشيفنج فوم او فوم الحلاقه اهو، شايفين اهو بيبقى فوم كبير جدا. ده بقى بيعمل ايه، ده برضو بستخدمه نفس استخدام الكلاي ماسك اللي هو بيكون على وشي بعد الشاور، مسامي كلها مفتوحه، بستخدمه لان هو بيطلع كل الزيوت من جوه الزيوت اللي هي من الاعماق كده. اوكي، لو عايزين انواع معينه موجوده في مصر، جربت اكتر من نوع، قولوا لي برده في الكومنتس هقول لكم لو عايزين انواع، بس انا حبيت الفيديو اكتر يكون من غير انواع علشان ما بقاش باثر عليكم انتوا تشتروا حاجه معينه، قد ما الفكره نفسها تكوني فاهماها، وانت كده في السوبر ماركت او انت في الصيدليه تكوني عارفه بتجيبي ايه لايه. ده لو انت وشك اويلي زياده قوي، اللي هو مثلا بتنزلي كل يوم الجامعه او بتروحي المدرسه او بتروحي الشغل وعايزه حاجه تماتيفاي قوي الوش، لو غسلتي بيه وشك قبل ما تنزلي، لا لو وشك مثلا بيبدا يبقى فيه زيوت بعد ساعتين، ده هيقعد معاكي ل4 و5 و6 ساعات كمان. اوكي، يبدا وشك يبقى مات اكتر، مات من غير ما يبقى ناشف، فبرضه بينظف قوي وبيتحكم قوي في افراز الزيوت، مش زي الكلينزر اللي هو الجل اللي هو بينظف بس بعد كده وشك بيفرز زيوت عادي جدا. عشان لو انت وشك جاف زي جاف كحالته يعني او حساس، الجل احسن، لكن ده لو عايزه يبقى وشك مات بقيه اليوم. اوكي حلوين، معلش انا تعبانه ونفسي اعتقد باين في الكلام ان انا تعبانه،
بس للاسف في يعني جالي خبر حالتين وفاه كده في اليومين اللي فاتوا دول، فعشان كده بس مودي مش احسن حاجه. ربنا يا رب يرحمهم ويغفر لهم. وبس كده حلوين. اوكي، يا رب يكون فيديو خفيف لطيف عليكم. اكتبوا لي في الكومنتس لو حابين نكمل، عايزين المره الجايه مثلا الكلينزز، عايزين سوري المره الجايه السكرابس، ولا حاجات للجسم، ولا حاجات للوش. قولوا لي كده، اقترحوا عليا الفيديو اللي جاي عايزين ايه. وبس اكتبوا لي كومنت حلو زيكم، واشوفكم ان شاء الله بكل خير في فيديو جديد. باي باي.